شنطة واحدة لكل احتياجاتك. ازاي عملنا التطبيق اللي انت شايفه ده من على موقع واحد ومن غير ما نخرج بره؟ انا عملت الموضوع كله من خلال موقع ماجنيفيك وخاصيه السبيسز اللي بتشتغل بالنود وبتجمع لك كل الشغل بتاعك في مكان واحد وما خرجناش بره. عندي هنا اول حاجه سحبت الصوره بتاعه العميل، صوره الشنطه، وعندي هنا صوره الشاب ده هستخدمه كموديل. دي برضو صوره مولدها بنانو بنانا هنا جوه ماجنيفيك، او صوره ممكن تجيبها مثلا من على جوجل او من على اي حاجه خارجيه. وبجيب الاثنين كده وبربطهم هنا في صوره تانية. بعمل ايمج جنريشن، يعني لو عملت رايت كليك كده مثلا بلاقي ايمج جنريتور، بقدر اربط فيها الصور اللي انا عايزها كده، اسحبهم اربطهم هنا من خلال الريفرنس. بس عشان ما نعيدش الخطوه، احنا بنشوف كيس ستادي، فربطت الصورتين هنا وقلت له محتاج الشاب ده تكون الشنطه قدامه وايديه عليها مع ابتسامه في صوره اعلانيه بدون كلام مكتوب، فنفذ لي النتيجه اللطيفه دي. بعد كده جيت هنا وقلت له انا عايز اعمل فاريشن او عايز اعمل لقطات مختلفه للشنطه والشاب ده مع حركات مختلفه، ان هو بيحط فيها مثلا لابتوب، بيحط محفظه، بيحط تابلت، الكلام ده. فجيت هنا وهي عملت الفاريشن كده، بتعمل رايت كليك بتلاقي اوبشن عندك هنا اسمه فاريشن، هنا تقدر تختاره ومن خلاله تقدر تيجي هنا مثلا تحدد انت عايز تعمل ريفريم هياخد لك لو هي منتج مثلا هياخده لك من كذا زاويه، ولا عايز تبني ستوري بورد. انا في الحاله بتاعتنا دي هنا كنت قايل له انا محتاج ستوري بورد، وحددت له هنا الابعاد والجوده وعدد التوليدات. هنا انا ولدت عندي ستوري بورد من 9 صور، وبعدين زودت عليهم الصورتين دول اللي هما الشاب وهو ماشي. هنا طبعا انا قلت له اديت له وصف واحد وانا بعمل الفاريشن، قلت له الشاب محتاجه يحط كذا وكذا وكذا، العناصر اللي بيحطها جوه الشنطه، وبعدين بيشيل الشنطه كده بعد ما حط فيها حاجته وبيمشي، فاداني الجنريشن بالشكل ده. بعد كده خدت الصور دي كلها زي ما هي، وجيت هنا عملت فيديو جنريشن من كل الصور دي مره واحده من هنا باستخدام فيديو جنريتور، واديت له الديسكريبشن من خلال الاسيستنت. هنا تقدر تعمل له كده مثلا رايت كليك وتقول له اسيستنت، بيدي لك شات بوت هنا جوه السبيسز، تقدر تقول له انا عايز كذا. خلينا كده نشوف هنا. انا قلت له محتاج بروموت بالانجليزيه لعمل اعلان عن حقيبه رياضيه باستخدام الصور المرفقه. الاعلان هيكون بستايل شبابي ورياضي سريع، لقطات سريعه وزوايا كاميرا احترافيه. وقلت له ران، فاداني البروموت بالشكل ده. فربطته هنا بالفيديو جنريتور، وربطت الصور اللي ولدتها قبل كده بالستوري بورد، هنا ربطتها برضو، وقلت له جنريت، اعمل لي جنريشن من ال 11 صوره دول، ولد لي منهم 11 فيديو. وحددت طبعا هنا الموديل اللي انا هستخدمه، استخدمت كلينج 3 اومني، وحددت الريشيو بتاعي، وحددت عدد الثواني او الزمن بتاعه والجوده والكلام ده كله، والساوند اون طبعا عشان استفيد بالساوند افكتس. فطلع لي 11 فيديو بالشكل اللي انت شايفه ده. وجيت عملت ورك فلو برضو من الشنطة نفسها. عندي صورة الشنطة كده وصلتها بالنود ده الفاريشن، قلت له عايز ريفريم مش ستوري بورد، فولد لي صور للشنطة من زوايا مختلفة. واخدت الكلام ده وحطيته في نود جديدة، واستخدمت الاسيستنت لتوليد برومت. قلت له محتاج برومت بالانجليزية لعمل فيديو تصوير حقيبة بالصور المرفقة من عدة زوايا، فادالي النتيجة دي. النتيجة دي وصلتها هنا مع الصور اللي كانت طالعه لي، وطلعت لي كل الفيديوز اللي انت شايفها دي، واللي نقدر نشوف البريفيو بتاعها من هنا. الصوت برضو ولدته جوه ماجنيفيك عشان يبقى كل شغلي في مكان واحد. تريفيا، شنطة واحدة لكل احتياجاتك. هو بعد ما حملت الفيديوهات دي انا خدتها على كاب كات كده وجمعتها، شلت الحاجات اللي مش مناسبة، الحاجات اللي فيها ديفوهات، الكلام ده جمعتها بالتسلسل اللي انا عايزه، وشلت الميوزك المختلفة اللي كانت فيها، وحافظت على المؤثرات الصوتية، وحطيت له خلفية موسيقية، فاداني النتيجة بالشكل اللي انت شايفه ده. لو عايز تعرف الكلام ده بتفاصيله وبتعمق وبتوسع اكتر، هو واكتر من 20 مشروع تاني بينطبق عليهم، فهتلاقي اللينك بتاع كورس صناعة الفيديوهات بالذكاء الصناعي بيغطي معاك الكلام ده كله، تقدر تشوف تفاصيله وتستفيد من الخصم الحالي.